السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمتم حلوين وفي القلب محفوظين. فيديو جديد من قدام البوتاجاز، نوع من انواع التغيير. يعني كانت في ناس بتحب كالعادة وانا بصور المونتاج قطع عشان مفيش مساحة في التليفون. وانا بقى ايه، بصوا، طول ما انا في الشتا ما بتعصبش على التليفون، لما بيجي الحر بقى ببقى انا حرانة ولابسة 200 قطعة والموبايل مش مساعدني بتعصب. فدعولي دعوة حلوة كده ان ربنا يكرمني واجيب تليفون كده ابن ناس. الكاميرا بتاعته احسن من اللي معايا بكتير، ان ده بصراحة حاجة نفسي فيها جدا. ان انا كل شغلي عبارة عن تصوير، فببقى محتاجة كاميرا كويس. طبعا الكاميرا الامامية عندي احسن من الخلفية، لان الخلفية جوه الكاميرا فيها تراب، بس انتوا مش بتحسوا بحاجة ان انا بعمل مونتاج وبعمل تنقية للصورة وحاجات زي كده. بس التليفون بقى بيتعبني جدا بسبب المساحة، وان كل حاجة عليه. تخيلوا شغلك والدار والامتحانات وكله عليه. فبصراحة بصوا معصبني اخر عصبية. فادعولي كده ربنا يكرمني واقبض من القناة اللي مش عارفة اقبض منها دي. واشتري تليفون جديد ان شاء الله. بصوا بقى، الناس اللي سألتني غادة، بما انك اسكندرانية عايزين طريقة الكبدة الاسكندراني. ما تشغلوش بالكم بقى باي صوت سامعينه، السخان كان شغال، الغسالة طفتها عشان خاطر عاملة دوشة، عشان اعمل معاكم الاكل بسرعة. طبعا انا بصور على البوتاجاز لان ما عنديش وقت ان انا اعمل مونتاج او اي حاجة، ان انا عندي امتحان فهنزل. فالناس بقى ايه، بصوا، الناس اللي قالت لي يا جدع عايزين الكبده الاسكندراني، عملتها كتير جدا في القناه، بس في ناس تقريبا داخله جديده فكانت عايزه الطريقه، فانا ما بحبش ان انا استخسر فيكم حاجه. هوريها لكم النهارده بالاسرار والتكات بتاعه اسكندريه. ماليش دعوه بقى القاهره بتعملها ازاي، المحافظات التانية بتعملها ازاي. دي الطريقه الاصليه اللي المحلات بره بتعملها. ممكن اكون بزود حاجات بسيطه، بس جربي وان شاء الله هتعجبك. يلا بينا، وتنسوش اللايكات والكومنتات عشان الفيديو يتشاف لاكبر عدد ممكن. يلا بينا. المقادير بقى بسرعه كده. الناس اللي بتقولي جدع انت مش بنلحق المقادير، مع اني بقولها والله وانا شغاله. بصوا جبت لكم المقادير. اهي: ملح وفلفل وكمون وكزبره ومستكه وحبهان. مستكه والحبهان دول زياده اختياري مني انا، يعني مش بتوع المحلات بره، هما بيحطوش المستكه والحبهان. بس انا عشان انا يعني بحبش ريحه الزفاره في اي لحوم او دواجن، فبحب احط مستكه وحبهان عند التشويح. مش بتحسي بيهم في الكبده ومش بتغير طعمها. يبقى ملح وفلفل وكمون وكزبره ومستكه وحبهان. اختياري المستكه والحبهان، لو مش عايزاهم شيليهم ومش موجودين في الوصفه الاساسيه. توم وفلفل احمر حامي. تمام، ده اختياري برضو، انا بحطه عشان هي تبقى سبايسي شويه. تمام. وكمان معانا فلفل كوبي وفلفل اللي هو الاسكندراني. استنى هديهولكم. بصوا اهو، واحده كوبيه واحده اسكندراني. هي دي المقادير اللي هنعمل بيها الكبده، وطبعا زيت وخل وليمون، بس كده. يلا بصوا بقى، اول حاجه انا بعملها، انا يعني البهارات والتتبيله دي هتتعمل على مرتين. اول مره بعملها اللي هي في الاول كده، بحط شويه زيت حلوين. وطبعا الكبده زي ما احنا كلنا عارفين بتحب الزيت، وازازه الزيت خلصت، كله خلص كله خلص. عشان كده هتلاقوني مش بصور فيديوهات كتير اخر الشهر بقى، مش الحاجات كلها خلصت. ان شاء الله نعمل فيديو مشتريات. شويه زيت كده حلوين. تمام. هنحط بقى ايه، هنحط توم. التوم ده انا كنت مفرزاه كده. دي الخطوه الاولانيه. طبعا التوم ما تسيبوش يفك، انت بتنزليه كده وهو ايه، هيفك على النار عشان ما يبص منه. تمام. وطبعا الكبده زي ما احنا عارفين بتحب التوم. هنحط توم، وده الفلفل الاحمر اهو. ده لسه الموسم بتاعه ما جاش، هو الجو خلص على فكره، بيبقى في الشتاء اعتقد. هنحط كمون، كل ده فوق بعض كده. في ناس بتدق ده في الهون، انا بعمله فريش فريش كده. كزبره ناشفه، فلفل اسمر، رشه حبهان لا تذكر اهي،
المستكه، ودي اختياريه لان هي غاليه مش هتبقى موجوده في كل البيوت. زي ما قلت لكم انا يعني لا، اللي بيسافر بيجيب لي او انا بشتريها من عند العطار، بس طبعا بتاعت السعوديه احلى من اللي عندنا هنا. ماشي، واولع بقى النار واشوح ايه الكلام ده. دي ولاعه جديده جايبينها ب25 جنيه، هي مش عايزه تولع اصلا. هي ولعت. هنشوح بقى الكلام ده يعمل كده تيش ونرجع تاني. نرجع بس الولع. بصوا كده انا بشوح التومه مع كده، انا مش عايزاهم يتحرقوا يعني، تشمي بس ريحتهم. تمام. دي كبده، انا بجيب الكبده الشوي الشرايح وانا بقطعها في البيت طرنشات كده بالطول عشان تبقى كبده اسكندراني، لان طبعا الكبده في المحلات بره بتتقطع قطع مربعات كده صغيره، فدي مش الاصلي او الكبده الاسكندراني اللي هي الاصلي بتتقطع كده. فانت عشان تقطعيها كده يا هتجيبيها من فتح الله بيقطعوها كده، يا تجيبيها شوي وتقطعيها وهي متلجه في البيت عشان تبقى سهله في التقطيع. فانا قطعتها كده، والتومه عندي اهي بدات اشم ريحتها، ما تحرقهاش. هتنزلي بقى ايه بالكبده. ماشي، هتقلبي كده اهي. انا بصور لكم كده عشان في ناس كان عاجبها الفيديوهات دي، فنوع من انواع التغيير. تمام. بصوا هنا لونها بدأ يتغير كده معايا زي ما انتم شايفين. استنوا بس عشان ايه انا فحورت الدنيا بالزيت. ماشي اهو، بصوا كده لونها بدأ يتغير معايا. طب اول ما لونها يتغير معايا كده بعمل ايه؟ ابتدي بقى احط الملح. بسم الله. ماشي، دي البرطمانات الوحشه جدا اللي قلت لكم عليها محدش يشتريها. ونفس بقى اللي انا حطيته في الاول، المقادير كلها انا حطيتها في الاول هرجع احطها تاني. شويه كمون، دي بقى بتعليلك قوي التست قوي بتاع الكبده، وبيبقى كانك جبتيها من بره. بس ما بحطش بقى حبان ومستكه تاني، بحط الكمون والفلفل والكزبره. ماشي، وبحط كمان حته تومه كمان مغنططه كده اهي. وهتشوحي بقى كل ده تاني كده مع الكبده. بصوا بقى ثواني، هنا الكبده اهي خلاص داخله في السوا. بصوا بقى الجمال، شكلها خطير. هترشيها بقى بشويه خل اهي. بسم الله. وهنروح نازلين بقى ايه بالفلفل، وهنقلب بقى. يا سلام على الريحه يا جماعه، يا سلام. بصوا الجمال، بس انا ممكن ازود فلفل تاني لان كتير. بصوا بقى الجمال اهي 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 كبده الجرجوده اهي. اوعى وشك لحد يغش. بصوا الجمال تحفه، ريحتها خطيره خطيره. كده خلاص الكبده خلصت. طبعا الكبده ما بتاخدش وقت على النار اصلا. بصوا بقى شيلها كده من على النار. طبعا هنا دي بقى بمساعده بابا قشرهولي وقطعهولي، عشان زي ما انتم شايفين صبعي مفتوح فمش عارفه امسك السكينه قوي، فقطعهولي كده. هحمرها ونكملوا بقى الفيديو مع بعضينا. يلا بقى. بصوا بقى البطاطس بحمرها وخلصنا الكبده. عايزه بقى اوريكم حاجه، انا بحب اكل جدا مع الكبده الاسكندراني ليمون مخلل. دي حاجه بقى ايه ابتكار. اللي بيعمل زي كده في الكومنتات يكتب. يعني هي الكبده اصلا بتحب الليمون، احنا بقى بنحب في البيت ناكل معاه ليمون مخلل. بصوا المخلل ده انا كنت عاملاه في موسم تخليل الليمون. بصوا ده كان موسم تخليل الليمون. بذمتكم ده مربة ليمون والله العظيم، مش مخلل ليمون، مربة ليمون. كنت عاطيه للمعلمه بتاعتي وعاطيه شويه ناس كده. قالوا لي ان دي مربة ليمون. من كتر ما عجبتهم يعني. فانا اعمل المخلل واوزعه واقعد انا من غير مخلل. المهم دول كانوا اخر حبه مخلل، فانا هطلع كده شويه. ايديا وجعاني جدا، بس مش من صباعي. رجعت العب رياضه. زغرتولي. بس هطلع كده الليمون. طبعا ده مش هاكل كل ده، هي واحده بس عشان الاملاح، عشان ايه ما اقعدش اشتكي بعد كده.
ده كده ليمون مخلل، ودي الليمونه اللي احنا هنعصرها على ايه، على طبق الكبده. ماشي يلا بينا. هنا خلاص بقى ايه، البطاطس حمرناها. دي بقى اكله اسكندرانيه رقم واحد، كبده وبطاطس محمره. دول من واحنا صغيرين لازم نعمل الاكله دي، مشهورين بقى في اسكندريه. اي حد بيجي لنا مصيف لازم يعدي على الفلاح، على كبده فهمي، على الناس دي. هنحط بقى شويه ملح. ماشي. وهنجيب بقى الكبده عشان نغرفها. بصوا شكلها خطير ازاي. طبعا انا هجرف على قدي عشان انا نازله عندي امتحان، فهاكل قبل ما انزل. هما لسه صاحيين فيبقوا ياكلوا لما يصحوا. ماشي اهو. طبعا محدش يقول لي دي الكميه دي هتكفيكوا، يعني انا واخويا بس، لان بابايا ما بياكلش الكبده، عشان في ايه ناس بتحب تكتب تعليقات فانا احب اوضح لكم عشان ايه ما نقعدش نساله كتير. بس كده. هسيب بقى دول لاخويا. بقى اخويا بقى ايه عنده كشري مصري، فهو بيحب ياكل ايه، يحط الكبده على الكشري، وانا هاكل كده بس اهو. بس انا حبيت ايه اشارككم بالطريقه. بصوا شكل الكبده تحفه ازاي، تحفه تحفه تحفه. هنجيب بقى الليمونه. نعمل كده اهو ونحطها كده عشان يعني ايه اعصرها. لازم ندوق بقى عشان نحكم على الكبده. ندوق عشان نجوع. دي فقره كده مسميها ندوق عشان ايه، عشان نجوع. لما انت تدوقي هتجوعي. بسم الله الرحمن الرحيم. بس انا نادر الشحوره دي. بسم الله الرحمن الرحيم. يا لهوي، الله الله، طعمها تحفه. بص بقى طريقه اكل الكبده الصحيحه. طبعا انا هعمل سندوتش، بس انا ايه بشارككم. هنحط كبده عليها ليمون، عليها بطاطسايه. ده بقى ميكس. ماشي. تحفه، حلوه قوي. جربوها وهتدعوا لي. ده كان الفيديو بتاعي النهارده. اتمنى تكونوا استمتعتوا معايا. متنسوش الكومنت واللايك. اشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.